ده بقى الجزء الثالث من سلسلة أكلة جامدة وقعدة رايقة. في السلسلة دي بنجرب فيها الكافيهات اللي هي بتبقى كافيه ومطعم في نفس الوقت، وده الجزء الثالث من السلسلة دي. ولأن دايما جودة أكل الكافيهات ما بتبقاش عالية قوي زي المطاعم، إلا إن الكافيه اللي احنا بنجربه النهاردة جودة الأكل فيه أعلى من مطاعم كتير جدا من وجهة نظري. النهاردة بقى هنجرب مطعم وكافيه كلاوديا، لهم فرعين في المحلة، فرع في شكري كواتلي، والفرع اللي احنا بنجربه ده موجود في المشحمة جنب كميدار في وش حلوان الصعيد. القعدة بقى زي ما انت شايف هناك كده جامدة قوي ورايقة قوي، وفي هناك كمان كيدز اريا للاطفال، والقعده هناك شيك جدا والخدمه عاليه قوي والاستاف اللي هناك مبهج جدا. طلبنا بقى من عندهم كام حاجه كده عشان نجربها، وهنبتدي باول حاجه وجبه الفاهيتا فراخ، بينزل معاها عيش بقى وثلاث صوصات احلى من بعض، صوص شيدر وساوزر ايلاند وسويت تشيلي، وبيجي معاه بقى رز مكسيكي طعمه جامد قوي، رز مكسيكي سبايسي طعمه في حته تانية خالص. سمع بقى صوت الطشه بتاع الفاهيتا اللي كان طعمها جامد قوي، بتنزل لك فاير زي ما انت شايف كده مع الفلفل والبصل ده. الطعم بصراحه والريحه اللي طالعه منها كانت جامده قوي، والوجبه دي من احسن الوجبات اللي احنا جربناها عندهم. نخش بقى على اللي بعد كده، وهي شوايه الكفته الجامده قوي اللي كانت قلبه ريحه المكان خالص. طلبنا معاها بقى باستا وايت صوص كده، انت ممكن تاخد معاها باستا وايت صوص او ريد صوص او رز، فاحنا قررنا نجرب الوايت صوص من عندهم، وكان طعمها جامد قوي. بس عيبها الوحيد ان هي مش ماشيه مع الكفته، بس انت ممكن تختار اي حاجه تانية مع الكفته غير الوايت صوص، بس الوايت صوص لوحدها كانت جامده قوي. الكفته بقى كانت عامله زي الكفته البيتي كده بس معموله على الفحم، يعني الكفته كده من جوه تحس ان هي ناشفه سنه، بس طعم وريحه الفحم فيها جامد قوي. كون ان انت قاعد بتاكل كده بقى والكفته قدامك كده على الشوايه وريحه الفحم بقى طالعه في الكفته كده، كانت جامده قوي ومن اجمل التجارب فعلا اللي ممكن تجربها. نخش بقى على النودل سويت اند ساور، ودي من احسن النودل اللي ممكن تاكلها في حياتك بجد، بيعملوها كويس جدا وطريقتهم كويسه جدا في تقديمها، وحاجه كده عاليه قوي. شوف النودل نفسها بتشد وطويله كده، والصوص بتاعها طعمه جامد قوي. الميكس نفسه بتاع السويت اند ساور كده طعمه في حته تانية خالص، وقطع الفراخ بقى اللي موجوده معاها طعمها جامد قوي، والفراخ نضيفه قوي من جوه، والتتبيله واصله لحد جوه. واول مره اجرب في مكان كده 3 حاجات ب3 مطابخ مختلفه، وطعمهم بصراحه جامد قوي، بيرفكت ال3. وده فعلا حاجه صعبه قوي انك تلاقيها في كافيه، انك تلاقي كل المطابخ دي وتلاقي كله طعمه كويس. نخش بقى على اخر حاجه جربناها من عندهم، وهي شرايح اللحمه البارده، وعليها من فوق براون بيبر صوص، وبيجي معاها فرايز ورز بسمتي. طعم اللحمه نفسه كويس جدا، واللحمه دايبه قوي، ومحطوط عليها بقى البراون صوص ده. البراون صوص ده بيتحط على اي حاجه فعلا يخليها كويسه، خصوصا بقى لو خدت قطعه كده مع الصوص اللي عليها وحطيتها على رز كده، هيبقى الطعم في حته تانية خالص. والفرايز برضو كان طعمها كويس. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده، والجزء الثالث من سلسله اكله جامده وقعده رايقه. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا.